مرض اللسان الأزرق هو مرض انتشر بسرعة رهيبة في هذه الأيام في دولة تونس الشقيقة، وهو مرض فيروسي ينتقل عبر الحشرات، خاصة بعد تساقط الأمطار في هذه الفترة أدى إلى ظهور مرض الداء الأزرق أو البلوتونغ شيزوفان. وتظهر عادة أعراض هذا المرض بالتهاب الفم، وجود سيلان الأنف، سيلان بعدها يصبح مدمم، التهاب اللثة، ازرقاق اللسان يصبح أزرق، عدم القدرة على المشي، العرج، إسهالات عند الخراف، ارتفاع الحمى وفقدان الشهية والموت. أما عند الأغنام فهناك إجهاض، تحدث إجهاضات متكررة عند الأغنام مع العرج وكذلك فقدان الشهية وقد تؤدي إلى الموت. أما للأبقار فهو أقل خطورة من الأغنام. عند وجود هذه الحالات يجب عزلها في مكان آخر عن الحيوانات الغير مصابة، ونقوم بإعطاء مضادات حيوية مع مضادات التهاب مثل الأسبرين، ومطهرات الفم مثل أزرق الميثيلين، استعمال كذلك البيكربونات الصوديوم، استعمال الشب والرمان، مع متابعة بيطرية بإعطاء فيتامين سي، أسبرين. لزونتي انفلاماتوار يمنع منعا باتا استعمال لكورتيكويد مثل الديكزاميثازون لأنها تؤدي إلى فقدان مناعة الحيوان، إيمينوديبريسيون، ويؤدي إلى الموت. نقوم بتطهير كذلك الحظائر، استعمال مبيدات الحشرات للقضاء على الحشرات في الحظيرة، إعطاء أكل سهل الهضم، وإعطاء ماء يكون نوعا ما منعش، لا دافئ، بارد نوعا ما، مع العمل يوميا على تطهير الفم وقياس درجة حرارة الحيوانات المصابة. إذا كان هناك التهاب فنعطي مضادات الالتهاب مثل الأسبرين أو الفينيلبيتازون أو فلينكس مع ديزونتيبيوتيك، وفيتامينات لقوية المناعة ومطهرات الفم. رجاء إخوتي الاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو وعمل لايك من فضلكم إخوتي الكرام.